100 الرخا رقم 1 هنقدم لكم عمل مسرحي أو كلمة تاريخية تحت عنوان شخصيات وطنية أثرت في حياة مصر. أولا هنختار كل مرة كده شخصية تاريخية. طبعا اتكلمنا كثيرا عن فريق عم منعم رياض في يوم الشهيد. اليوم سوف نتكلم عن زعيم آخر من زعماء الوطن وهو الزعيم جمال عبد الناصر. الزعيم جمال عبد الناصر، أعزائي الطلبة والطالبات، الكلمة بعنوان مصر تتحدث عن نفسها. طبعا الزعيم جمال عبد الناصر شخصية هامة في تاريخ مصر. أولا ولد الزعيم جمال عبد الناصر في إحدى قرى صعيد مصر، وله أثر كبير في جيشنا الوطني مصر، حيث قام بالعديد من الأعمال الحربية والأعمال الاقتصادية التي سوف نرصدها إليكم الآن. طبعا بعد ما عرفنا التحق بالأزهر الشريف، وبعد ما التحق بالأزهر الشريف التحق بالجيش المصري، ونظرا لبراعته وحبه الشديد لمصر قام بعمل تنظيم الضباط الأحرار. التنظيم ده أعزائي الطلبة والطالبات من أهم التنظيمات التي أثرت في تاريخنا الحديث، حيث حول مصر من مملكة من دولة المملوكية إلى جمهورية مصر العربية. طبعا التنظيم الضباط الأحرار، وهو من مؤسسي تنظيم الضباط الأحرار. بعد أن نظم تنظيم الضباط الأحرار قام بعمل ثورة ضد الملك فاروق، نظرا لتفشي ظاهرة الإقطاع والمحسوبية وعدم رد حقوق المصريين لهم. عمل إيه؟ قضى على ظاهرة الإقطاع، وعندما كان لا يحصل الفلاح المصري على حقه فقام بعمل قانون العمل وقانون الإصلاح الزراعي، ويعتبر من أفضل القوانين في مصر الحديث. يبقى إذن شخصيتنا جمال عبد الناصر قام بعمل قانون الإصلاح الزراعي والقضاء على الملكية، وأصبحت مصر جمهورية مصر العربية. ده أولا. يبقى إذن جمال عبد الناصر من شخصيات الوطنية قام بثورة عام 1952 للقضاء على الإقطاع والمحسوبية وغيرها. تمام كده. نيجي بقى على فريق عمل 100 الرخا للتاريخ. أول حاجة قاموا بعمل لافتات شهداء لن ننساهم. طبعا الزعيم جمال عبد الناصر من أعظم شهداء مصر ولن ننساه. ثانيا مصر تتحدث عن نفسها. طبعا احنا اتكلمنا عن جمال عبد الناصر ودوره البارع في تاريخ مصر، حيث قام بقانون الإصلاح الزراعي وقام بتوزيع الملكية الزراعية للفلاحين مصر الذين حافظوا عليه. ثاني حاجة علم مصر، علم الوطنية اللي هنشجعه دلوقتي هو علم مصر الحديث الذي قام جمال عبد الناصر بعمل. ثاني حاجة صورة إياد عاملها عن مصر بلد الحضارة. نيجي بقى عن عنوان كلماتنا مصر تتحدث عن نفسها. يبقى خلاصة كلماتنا علشان نختصر كلمتنا اليوم عن زعماء من أفضل زعماء مصر، وهو الزعيم جمال عبد الناصر قضى على الملكية والمحسوبية وأصدر قانونين من أفضل القوانين، قانون الإصلاح الزراعي والقضاء على الملكية. أصبحت مصر للجميع. يبقى إذن فريق 100 الرخا للتاريخ قدموا لنا شويه لوحات فنيه عن زعيم جمال عبد الناصر والى شخصيات اخرى، وحفظ الله مصرنا الحبيبه بكل امن وامان. وشكرا لحضراتكم.